يعيش اليمن مرحلة انتقالية تحكمها الكثير من معطيات عدم قرب انفراج الأزمات خاصة في الملف الاقتصادي. وفي آخر تقرير من سلسلة عملات العرب وتبعات التغيير نتوقف اليوم عند حكايات الريال والناس في المدن اليمنية. نشاهد معا ثم نعود. كغيرها من عملات دول الربيع العربي تتأرجح على وقع الأزمات، تارة اقتصادية وطورا أمنية، هي العملة اليمنية الريال وسجال الشارع حيال تذبذبها. العملة اليمنية لا تقارن بين العملة الجوار بين دول الجوار، لا تقارن أبدا ولا تقدر. سبب انهيارنا الاقتصادي ما هو سبب، وانت عارف وكل الناس عارفين احنا اقتصاديا منهارين. تتداخل أولويات اليمنيين في عهد التغيير، منهم من يتطلع إلى أفق الاستقرار لا سيما اقتصاديا، فهو الفاتح لمستقبل أفضل، ومعالجته تفضي إلى طمأنة الشارع في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية. هذا التراجع لم ينعكس بصورة إيجابية على المواطنين حتى الآن، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما تزال في وضعها الطبيعي في حدود 240 للدولار الواحد، وهذا أمر مؤسف. نحن نطالب وزارة الصناعة أن تجبر القطاع الخاص أن يتبنوا إشهار السلع، وأن تكون هناك آلية معينة للرقابة على الأسعار بحيث تكون أسعار عادلة. الوضع الاقتصادي الآن أفضل من الأول بالنسبة للعملة أمام الدولار وأمام السعودي، وفيها أسعار لا بأس تحسنت الآن بكثير. ليس هاجس المواطن البسيط فحسب الوضع الاقتصادي المضطرب، فمخاوف رجال الأعمال تزداد أيضا، لا سيما وأن مهنهم تعاني الركود. بالنسبة للوضع التجاري انخفض عندنا يعني إلى مستوى النصف، نظرا لعدم وجود البضاعة اللي كانت متوفرة في السوق سابقا، واحتكار بعض الأسعار برغم نزول السعر الدولار وسعر الصرف. احنا كقطاع سياحي يعني خسرنا خسائر كبيرة جدا تقدر بعشرات الملايين الدولارات كقطاع سياحي، وأيضا الحكومة أعتقد خسرت مليارات الدولارات. قد تبدو بوادر الانفراج بعيدة المنال، هكذا يرى المراقبون. قطاعات إنتاجية ومرافق اقتصادية لا تزال تتكبد خسائر جسيمة، وعين المواطن تترقب بحذر طبيعة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الحالية تنفيذها للحد من تراجع النمو والبطالة التي وصلت إلى معدلات مخيفة. ويشكل تنامي هجمات القاعدة وتراجع الوضع الأمني أخبارا سيئة إضافية لليمن الذي يعيش أكثر من 40% من سكانه على أقل من دولارين يوميا. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا الدكتور فضل الصباحي، وهو خبير اقتصادي وسياسي يمني. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. مرحبا بكم دكتور، تابعنا التقرير مع بعض. في البداية، هل بدأ الريال اليمني يستعيد عافيته، وما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى تحسن سعر صرفه وقيمته أيضا في السوق؟ في الحقيقة الاقتصاد اليمني يواجه تحديات كبيرة، وخاصة بعد فترة الربيع العربي وثورة الشباب في اليمن التي أدت إلى انتكاسات كبيرة في الاقتصاد اليمني. ومع الأسف بعد أن خرج اليمن من هذه الأزمة بتدخل المجتمع الدولي ودول الخليج العربي لحل هذه المشكلة وحل هذه الأزمة، ما زال اليمنيون حتى الآن الذين هم في مراكز الحكم ما زالوا يعانوا من مشكلات التقاسم فيما بينهم، بينما اليمن يحتضر والاقتصاد ينهار. أسباب كبيرة وكثيرة أدت إلى انخفاض الريال، وذلك بسبب انخفاض النقد اليمن في الثلاث سنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض سعر الريال أمام العملات الأجنبية. أيضا انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطيل الشبكة الإلكترونية بالنسبة للبنوك، مما أدى إلى توقف التحويلات وعدم صرف أيضا الأموال الموجودة في الحسابات الأشخاص، وأيضا غياب رأس المال الأجنبي عن الاستثمار في اليمن، ورحيل الرأس المال الوطني أيضا أدت هذه الأسباب كلها إلى رحيل رأس المال الوطني عن اليمن. وهذه الأسباب كلها مجتمعة أدت إلى انهيار في سعر الريال، وكذلك أيضا المشكلات التي تواجهها أنابيب النفط وقطع أنابيب الغاز أيضا. طيب، يعني دكتور فضل، لو تكلمنا بشكل عام برأيك كخبير اقتصادي، ما هو المخرج إذن من أزمات اليمن الاقتصادية؟ المخرج أنا في رأيي الوحيد أولا أن يجب أن يكون هناك مشروع اقتصادي واضح وشفاف
يطمئن المجتمع الدولي ويطمئن دول الخليج ويطمئن الدول المانحة بأن الأموال التي سيتم ستتدفق إلى اليمن سيتم صرف هذه الأموال من خلال مشروع اقتصادي واضح وشفاف. وأيضا يجب أن يطمئن المواطن اليمني بأن القائمين على الحكم الآن يكفيهم تقسيم المناصب لا تقسيم الثروات، وهذا من شأنه أن يطمن أيضا المجتمع الدولي بأن هذه الأموال لن تذهب إلى أيدي المفسدين. وهذا في اعتقادي الأزمة إذا تكاتف الجميع من أجل إخراج اليمن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وخاصة اليمنيين أنفسهم يجب أن يعرفوا ويعوا هذا تماما، ويعرفوا أن اليمن يحتضر الآن ولا بد أن تكون لهم وقفة جادة وطنية خالصة من أجل إنقاذ شعبهم. طيب دكتور، ولكن لما يكون التعويل ربما دوما على تدفق دعومات المانحين دون وضع خطط وطنية؟ برأيك يعني ما هو الحل الآن للنهوض بالقطاعات الوطنية؟ هي الدعم الدولي الآن هو فقط حالة مؤقتة وحالة إنقاذ سريعة للاقتصاد اليمني، ولكن اليمنيين أنفسهم يجب أن تكون لديهم مشاريع اقتصادية نهضوية تنهض بمستوى الاقتصاد اليمني، ولديهم الثروات الكافية إذا استطاعوا أن يديروها بشكل وطني وشفاف وبعيدا عن التقاسم وبعيدا عن إخفاء المعلومات الحقيقية عن المواطن اليمني. وعندما تحل المشكلات الأمنية سوف تتدفق الاستثمارات إلى اليمن، وعندما يكون هناك استقرار للريال اليمني سيكون أيضا هناك يعني اطمئنان لدى الشركات العالمية والعربية للاستثمار في اليمن. برأيك ما هي القطاعات؟ هل هناك قطاعات تبرز الآن يعني قطاعات ربما تكون داعمة للاقتصاد اليمني في المستقبل القريب؟ أنا أعتقد أن هناك أيضا مبشرات بالنسبة للاكتشافات النفطية، هناك اكتشافات نفطية قادمة أيضا كبيرة مطمئنة، وهناك الغاز، ولكن المهم هو الاستثمار في المجال السياحي والاقتصادي وفق رؤية وطنية خالصة بعيدة عن أي تقاسم وبعيدة عن المصالح الضيقة، حتى يستطيع المجتمع اليمني أن ينعم بثرواته وخيرات بلده. شكرا جزيلا دكتور فضل الصباحي، خبير اقتصادي وسياسي اليمني، شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا، في فقرتنا الرياضية بعد قليل، منتخب الجودو المصري واستعداداته للعرس الأولمبي العالمي في لندن صيف هذا العام. ابقوا معنا. سباق الرئاسة، زمن التغيير واتجاه الناخب المصري. مصر تختار والعالم يترقب. الاقتراع ونبض الشارع من أحياء القاهرة. كيف تنظر القدس إلى التغيير الآن؟ برنامج اليوم مشاهدينا ينقل لكم الانتخابات الرئاسية المصرية من قلب الحدث. هذا الأسبوع في برنامج من وول ستريت، كاسلر كبير خبراء ستاندرد أند بورز يستعرض تفاصيل الطرح العام لفيسبوك، مميزات ومخاطر الاستثمار في أسهم فيسبوك والتحديات التي تواجه الشركة، كما يستعرض أيضا تبعات خسائر جي بي مورغان في المضاربة في بورصة لندن. من وول ستريت مع محمد الحسين، تشاهدونه غدا في الأوقات التالية. تحية لكم مشاهدي اليوم على الحرة، أنا عمرو جميل أحييكم من دبي وفقرتنا الرياضية الأولى لليوم. مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية مشاهدينا في لندن، رفعت جميع المنتخبات والفرق حالة الطوارئ استعدادا للبطولة. من هذه الفرق منتخب الجودو المصري الذي يستعد بقوة للعرس الأولمبي العالمي. كاميرا اليوم حضرت تدريب الفريق وكان هذا التقرير، نتابع. بعد
بعد منافسات قوية على الصعيد القاري والعالمي لجمع أكبر عدد من النقاط، نجح 6 لاعبين من منتخب الجودو المصري في التأهل لأولمبياد لندن. أنا تصنيفي يعني ما كانش عندي مشكلة في التأهيل، لأن الحمد لله كنت متأهل، لأنه أنا تصنيفي رقم 1 عالميا. بعد كده قعدت شوية، جالي إصابة قعدت شوية، فنزلت بقيت العاشر ودلوقتي بقيت السابع، فما كانش عندي مشكلة في التأهيل الأولمبي يعني. أنا الحمد لله الأول على القارة من خلال كنت جايب أول أفريقيا في السنغال، فالحمد لله كنت ترتيب الأول على القارة يعني، فالحمد لله فلعبت بطولة أفريقيا اللي كانت في المغرب، ربنا أكرمني وتأهلت منها. هو التأهل دلوقتي بقى مش بطولة أفريقية، هو بيبقى عبارة عن تصنيف عالمي بياخدوا أعلى 22 وهم اللي بيتأهلوا. يمكن هي بطولة أفريقيا كانت آخر بطولة، عشان كده احنا اعتمدنا عليها اعتماد كبير عشان بيبقى ليها نقط كتير يعني. فالحمد لله خدت أول، وبالنقط اللي قبل كده قدرت أبقى أعلى 22. اليابان هي المحطة الأولى التي سيعسكر فيها المنتخب المصري للجودو في إطار برنامج قوي وضعه الجهاز الفني لإعداد الفريق قبل السفر إلى لندن. هي المهمة كبيرة على كل الناس في العالم يعني، طبعا الأولمبياد دي أعظم حاجة، ويا رب إن شاء الله احنا طبعا بكين الحمد لله وفقنا فيها، فيا رب إن شاء الله